إطلاق الرصاص لمنع اقتحام ملثمين لمركز الدرك الملكي في القليعة. صغل الطوال احتجاجات جيليزات تتواصل في مدن مغربية وتتحول إلى أعمال تخريب وشغب. نقل الشاب المصاب بأحدث وجدة للمستشفى العسكري. أخنوش يرد على المغاربة ملتزمون بالتفاعل الإيجابي مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار معهم. في مدينة وجدة شاب يفقد رجله بعد نهسه من طرف سيارة الشرطة، والآن يروي تفاصيل مهمة. كدوي على حقنا كيمنعونا. نظموا راسكم عاد اجيو نظموا كاس افريقيا قبل ما تنظموا راسكم. الوضع خطير متابعنا الأوفياء، الوضع خطير جدا، الوضع خطير جدا متابعنا الأوفياء، فلا يمكن بتاتا أن نعبر أكثر. نحاول قدر الإمكان نقول لكم الوضع، لكن الوضع صراحة وضع كارثي. كنعبروا على الامتنان ديالنا للمنظومه الامنيه، كنعرفوا القيمه ديالها. جنبون حنا كنعرفوا قيمه المنظومه الامنيه على شكل اكبر. بهذا السلوبيدي تقبل منا الشباب، وحنا كما قلت حنا كشباب من المنطقه الحمد لله كنشيدوا بالمجهودات ديالكم الامنيه. لهذا كاحد من احد الشباب. شكرا شكرا يعني احنا لهذا احنا كشعب وما اصلا الورد. يعني المفروض ان المظاهرات تخرج من مساجد المسلمين. الشعب المغربي شعب مسلم، وهذا الشعب هم احفاد المرابطين واحفاد طارق بن زياد واحفاد يوسف بن تشافين. وانا يعني كنت اتمنى ان احمل الجنسيه المغربيه، وانا حفيد يوسف بن تشافين وحفيد المرابطين وحفيد طارق بن زياد، هؤلاء الفاتحين الاسلاميين العظام. يعني الشعب المغربي المسلم هو الذي دافع عن العالم الاسلامي 1400 سنه تجاه الغرب، يعني حمل البوابه الغربيه 1400 سنه. هذا الشعب المسلم العظيم. غيرها من المدن بعض السيارات الشرطه احترقت، تم احراق احد المباني كذلك. هنا اشتباكات للشرطه، المساله مستمره منذ اسبوع. الشرطه المغربيه القت القبض على بعض المحتجين. هناك مطالب المنظمون او المتظاهرون كتبوها على لوحات جرى اختراقها الخاصه بكاس العالم، انه تحسين الصحه، المستشفيات، تحسين التعليم والانسانيه. نركز طبعا على كلمه الانسانيه. لا نريد كأس العالم، نطالب بتحسين قطاع الصحة أولاً. صيحات أطلقها عدد من الشبان المغاربة مجدداً في قلب العاصمة المغربية. هؤلاء الشبان الذين يعرفون عادة بشغفهم الكبير بكرة القدم طالبوا الحكومة بجعل الإنفاق على القطاع الصحي أولوية قبل أي مشاريع أو فعاليات بما فيها استضافة المغرب لكأس العالم. الاشتباكات الأولى، صراخ يتردد بين الأزقة، أيد تشد، أجساد تطرح أرضاً، والكل موثق بالبث المباشر. خلال أيام قليلة تحولت الأرقام إلى مشهد مرعب. مئات الموقوفين سياسي. لم تتأخر السلطات، الأمن حضر سريعاً، صفعت القوات، وبدأت الاشتباكات الأولى. صراخ يتردد بين الأزقة، أيد تشد، البعض رأى في ذلك مؤامرة مدبرة، والبعض الآخر اعتبره نتيجة طبيعية للاحتقان. أنتم لا تمثلوننا، لقد سقطت الوسائط القديمة، ولم يعد أحد يثق في مؤسسات اعتاد أن يراها بعيدة عن همومه. تصعيد وإصابات وحالة من الغليان في الشارع المغربي باليوم الرابع
من احتجاجات جيل زد بعدة مدن مغربية إثر مواجهات وصفت بالعنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. التظاهرات التي وصفتها تقارير محلية بالسلمية في بدايتها، وبدأها شباب جيل زد مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وتوفير فرص العمل طبعا ومكافحة الفساد، باتت اليوم تنذر بتصعيد وعنف بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ما وصف بتعامل قوات الأمن العنيف مع المتظاهرين. مثلا هذا مقطع فيديو متداول يظهر سيارة تابعة لقوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين، صدمت أحدهم ويصاب بجروح خطيرة بحسب من تداول الفيديو. يلا